اهلا وسهلا بكل متابعي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. معاكم انا اخوكم عادل الوالي. النهارده جولتنا معاكم عن اقدم موانئ العالم. النهارده جولتنا عن الميناء الشرقي في اسكندريه. ولكن في البدايه، لو حضرتك اول مره تتابعنا، يا ريت تشترك في القناه، يا ريت تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو. اشوفكم ان شاء الله بعد فاصل قصير. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناه شوارع ومعالم اسكندريه. معاكم عادل الوالي. في البداية أحب أوضح إن اسكندرية فيها ميناء شرقي وفيها ميناء غربي. الميناء الشرقي موضوع حلقتنا النهاردة، حدوده من منطقة الشاطبي أمام مكتبة اسكندرية وجنينة السلسلة إلى جامع الصيادين في بحري وقلعة قايتباي. الصورة دلوقتي لو قلنا بدايته من جنينة السلسلة أمام مكتبة اسكندرية، إحنا حاليا أمام مكتبة اسكندرية بجوار جنينة السلسلة في الشاطبي. بيعود تاريخ إنشاء الميناء الشرقي إلى عهد الإسكندر الأكبر، فهو الميناء الشرقي أول من أوائل الإنشاءات اللي أنشئت في عهد الإسكندر الأكبر. أنا كده أمامي قلعة قايتباي على مدد الشوف كده، قلعة قايتباي، وعلى يميني جنينة السلسلة، في ظهري أو في خلفي مكتبة اسكندرية وقاعة المؤتمرات. حاليا احنا في منطقة الشاطبي. المكان ده متعود فيه هواة لعبة الراكت، اللي هم كل يوم الصبح بيجوا هنا يلعبوا، هواة ومحترفين. أما عن وظيفة الميناء الشرقي حاليا، فهو الصيادين بمنطقة بحري بيستغلوا مواسم الأعياد لتأجير مراكبهم الصغيرة للفسحة بساحة قاعة قايتباي ومنطقة الميناء الشرقي مقابل مبلغ من المال. طبعا في مراكب الصيد الصغيرة برضو موجودة بترسى في الميناء الشرقي، لكن شغل الميناء كله دلوقتي حاليا في الميناء الغربي. السور اللي عليه السهم اللي حضرتك شايفينه ده سور أثري، سور حجري أثري تم بناؤه 1905 في عهد الخديوي عباس حلمي. السور موجود حاليا من أول جامع الصيادين في بحري إلى هنا في الشاطبي بجوار جنينة السلسلة. طبعا ما ننسوش ان في ابو قير في مينا كمان، ميناء ابو قير، وبيتم الان عمل مشروع كبير وضخم لتوسعة ميناء ابو قير. ده الميناء، المنظر ده الميناء الشرقي في بحري بجوار قلعة قايتباي. طبعا الاماكن او المناطق اللي مطلة على الميناء الشرقي: الشاطبي، الازاريطة، محطة الرمل، المنشية، بحري. المراكب اللي ظاهرة في الصورة دي عبارة عن مراكب صغيرة، فلايك صغيرة للصيد، ولانشات ويخوت للتأجير الفسح. يعني ممكن لو عاوز تتفسح في الميناء الشرقي تأجر يخت أو لانش أو فلوكة صغيرة، مركب صغير
بجوار مسجد الصيادين، بتترك بطاقتك الشخصية وبتنزل تتفسح في الميناء الشرقي. لكن معظم المراكب صغيرة، مراكب صيد صغيرة. السور اللي تحت اللي عليه السهم ده الصداد الجديد، طبعا تم ازالة الصداد القديم وعمل حاجز امواج جديد. دي منطقة محطة الرمل مطلة على الميناء الشرقي، ودي عماير محطة الرمل الأثرية الجميلة. فيهم عمارة ميرامار اللي اتصور فيها فيلم ميرامار للأديب نجيب محفوظ. الميناء الشرقي في اسكندرية بيضم في قاعه مجموعة كبيرة من الآثار الغارقة، منها بقايا فنار اسكندرية القديم والحي الملكي القديم وآثار أول كنائس أقيمت بالإسكندرية. كل ده في قاع الميناء الشرقي. طبعا سور الميناء الشرقي ظاهر، السور الأثري اللي قامت بيه شركة إيطالية بعد ردم أول صفين من المباني. كان في صفين مباني تم إزالتهم وردم الشاطئ. دي صورة المنطقة الواقعة ما بين الشاطبي وبحري قبل إنشاء السور، سور الميناء الشرقي، أو قبل إنشاء طريق البحر، طريق الكورنيش في عهد الخديوي سنة 1905. ودي صور مراحل الميناء الشرقي كانت ازاي في اوقات معينة. طبعا دي جنينة سعد زغلول، ده تمثال سعد زغلول. بحري امام الجندي المجهول في المنشية. حاليا بيتم ردم اجزاء من الميناء الشرقي من امام مجمع المحاكم والمحكمة الابتدائية والجندي المجهول لعمل رصيف وعمل صداد او حاجز امواج لحماية الشواطئ وحماية الشارع من التآكل بسبب العوامل الجوية والمد والجزر. احنا كده في منطقة بحري امام مجمع المحاكم والمحكمة الابتدائية وشارع مولاي محمد. دي صورة للميناء الشرقي بس من فوق، ده نادي الكشافة. على اليمين في شارع اسماعيل صبري، حاليا في بحري. الصورة دي في بحري. دي صورة للميناء الشرقي من المنشية، الجندي المجهول. على الشمال في المحكمة الابتدائية. كده كنا هنا جولتنا الخفيفة عن الميناء الشرقي. يا ريت نكون توفقنا في ايصال ولو معلومة واحدة صحيحة. يا ريت لو انت اول مرة تتابعنا اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمة باذن الله.